لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة عن السيارة كيا سيراتو فورتي موديل من 2009 لحد 2013. بس الأول عايز أقول للناس اللي أول مرة تدخل على القناة عندي ياريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة ياريت برضو نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وياريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير عشان تنتشر الفيديوهات وتعم الفايدة على الجميع إن شاء الله. استمرارا للفيديوهات اللي بعملها لكم عشان خاطر العربيات اليوزد او العربيات المستعملة، نظرا للإقبال عليها عشان خاطر أسعار السيارات الزيرو بقت مبالغ فيها، وفي زيادة مستمر في إقبال على السيارات المستعملة. فبعمل لكم فيديوهات للعربيات اللي هي الدارجة أو السيارات الأكثر مبيعا في سوق المستعمل. والفترة الجاية كمان هنزل لكم فيديوهات عن العربيات المطلوبة في السوق. النهاردة بنتكلم برضو عن موديل من أنجح موديلات كيا، وهو الكيا سيراتو الكي 2 أو كيا سيراتو 40. ودي موديل من أول 2009 لحد 2013. ودي كانت بداية تصميمات بيتر شراير بعد انضمامه لمجموعة كيا وهيونداي. وكانت طفرة في موديلات كيا في التصميم، ونزل منها كذا نسخة. النسخة السيدان اللي شفناها، ودي النسخة الكوبيه بتاعتها، دي اللي هي النسخة البابين الأكثر رياضية، باختلاف في الشكل شوية من قدام ومن ورا، واختلاف في شكل الإكسدامات والفوانيس، ولكن هي نفس العربية. ودي من أوسع العربيات الكوبيه اللي نزلت. وفي منها كمان نسخة هاتشباك، ودي اللي احنا شايفينها، ودي وشها زي السيدان بالظبط ولكن تختلف من ورا، وتختلف برضو ان هي شنطتها اصغر. ودي ما نزلتش عندنا هنا في مصر، او كان في منها يعني عدد محدود خالص، عشان كده ما بتشوفهاش في الشارع خالص. ولكن كانت موجودة في بعض الدول الأوروبية وفي الخليج. ولكن هنا عندنا اللي نزلت السيدان العادية والكوبيه، وحققوا نجاح رهيب في وقت ما نزلوا. وهي حققت برضو نجاح في الدول الأوروبية وفي الخليج بشكل كبير عشان تصميمها وأدائها واعتماديتها العالية. وطبعا كان اللي هو التصميم بتاع أنف النمر اللي كان عامله بيتر شراير، عمل طفرة في تصميمات كيا، وكان خلاها سابقة عصرها في الوقت ده. وطبعا دي كانت بداية التصميم بتاع الشبكة بتاعت أنف النمر. هنا كانت أكثر جرأة وأقل في الحجم شوية، كبرت شوية في الكي 3 وتغير شكلها خالص بعد كده في الجراند سيراتو وكده. وهنا ده كانت بداية الشكل بتاعها. وهنا حجمها متوسط الشبكة، وفيها اللي هو الشبك اللي هو بنسميه عش النحل بلون الفايبر الأسود. وطبعا فيها فتحات تهوية، وبتتوسطها علامة كيا، وليها إطار من النيكل كروم مديها فخامة. وهنا زي ما قلنا كانت أقل جرأة شوية وأقل هجومية من بتاعت وأقل في الحجم كمان من الكي 3 اللي نزلت بعدها. بتيجي تحتها الشبكة السفلية، وجايب عرض الاكسدام، وجايب لون الفايبر الاسود برضو. فيها الشبك اللي هو عش النحل ده برضو الموجود في معظم موديلات كيا من اول الموديل ده، وبيدوا طابع رياضي لمقدمة السيارة. وفيها فتحات تهوية برضو، وبيجي على الجانبين بتوعها يعني زي امتداد ليها كده. ولكن هنا ما فيهوش فتحات للتهوية، وده اللي هو الجزء او الاطار اللي فيه الفوج لايت او فوانيس الشبورة. فوانيس الشبورة هنا جاية على شكل فانوس مربع، حجمه مش كبير قوي ولكن اضاءته كويسة، وبيساعد مع اضاءة الفوانيس بشكل كبير، وباضاءة هالوجين عادية. الفوانيس بتاعتها فوانيس انسيابية مسحوبة، كان شكلها حلو قوي في الوقت ده، بإضاءة هالوجين عادية، واللي هو العالي لوحده والواطي لوحده، كل واحدة في لمبة منفصلة. والإشارات موجودة في طرف الفانوس برضو، وبإضاءة هالوجين. وما كانش في الوقت ده بينزل زينون ولا إضاءة LED ولا أي حاجة، وما كانش فيه داي لايت برضو الفانوس. ولكن نزل لها بعد كده فوانيس افتر ماركت بتركب لها بعد كده، فيها داي لايت وفيها عدسات وكل حاجة، بيبقى شكلها أحلى وشكلها متطور أكتر. مع تطور الزمن شوية نزل لها الفوانيس المعدلة دي ليها وللكوبيه، لأن هم نفس الفوانيس، هم بيختلفوا في شكل الشبكة والإكسدامات بس.
الكبوت بتاعها جاي متوسط الحجم وجاي مايل لتحت شوية كعادة تصميمات كيا وليه سلاحين بارزين على الأجناب، والأوائم بتاعتها رفيعة والنقاط العمياء أقل ما يمكن. ومقدمة العربية دي كانت شكلها حلو وسابقة عصرها و... ومميزة وهجومية قوي، ولكن كانت أقل جرأة من الملكية الكي 3 اللي نزلت بعدها. الموتور بتاعها والمنظر اللي احنا شايفينه ده شفناه في معظم سيارات كيا وهيونداي في الوقت ده، شفناه في الاتش دي وفي الاي 30 وفي عربيات كتير قوي من المجموعة. وده الموتور اللي هو التنفس الطبيعي ال 1600 سي سي، اللي بيطلع 124 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ومربوط بفتيس أوناء الحركة من 4 سرعات اوتوماتيك ستيب ترونيك، وده من اللي هو 2009 و2010. وبعد كده في النص التاني من 2011 غيروا الفتيس ونزلوا لها الفتيس الست نقلات اللي هو بقى ممتد بعد كده في الكي 3 وفي الجراند سيراتو وفي معظم الموديلات اللي نزلت بعد كده من هونداي وكيا. وطبعا سواء ده او ده هم فتيس عملية واعتمادية وصيانتها سهلة وقطع غيارها متوفرة وزيتها رخيص وكل حاجة. المنظومة دي كلها كده عامة سواء الموتور او الفتيس، وعطلهم قليلة طبعا، اعتماديين جدا. وطبعا كمان كان في فتيس مانيوال كان بينزل في بعض الفئات من العربية دي، وفتيس مانيوال 6 نقلات، وده كان برضو حاجة كويسة جدا في الوقت ده وموفرة في البنزين. وطبعا الفتيس ال6 نقلات الاوتوماتيك بيبقى اوفر من ال4 نقلات وبيبقى نفسه اطول شوية مع العربية دي، خليها تجيب سرعة قصوى اكتر. ولكن الفتيس ال4 نقلات عنيف اكتر في الطلعة، ويمكن التسارع بتاعه افضل شوية ولكن في السرعة القصوى اقل شوية. المنظومة دي بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 11 ونص ثانية، واستهلاكها الوقود من 8 ل 9 لتر كده لكل 100 كيلومتر على حسب طريقة سواقتك، وتنكها 50 لتر، تشتغل بالدفع الامامي للعجلات. وكان في منها برضو بينزل بره في الدول الاوروبيه وفي بعض دول الخليج موتور اللي هو ال 2000 سي سي او الموتور الجي دي اي اللي هو بيبقى في النسخه دي كان حوالي 130 حصان مع الفتيس ال6 نقلات طبعا. وبدا نزلت عندنا هنا بعض النسخ بالموتور ده ولكن لاخواتنا ذوي الهمم. ولكن العربيات العاديه كانت بتنزل بالموتور العادي اللي هو الام بي اي العادي. والمنظومة دي طبعا اقتصادية وكويسة، وزي ما قلنا صيانتها سهلة وقطع غيارها متوفرة، ودي نقطة قوة قوي للعربية دي. وده تصميمها الجانبي، تصميم انسيابي مسحوب شكله حلو، كان سابق عصره برضو في الوقت ده، بخط كتف بارز وحاد قوي وباين من اول العربية لاخرها، ومديها عرض من الاجناب. بقية تصميم العربية حاد وعدل. وفي خط برضو جاي بارز في اسفل الابواب من اول الباب الامامي لحد الباب الخلفي، مديها عرض من الاسفل. غير كده الرفرف الامامي والخلفي جايين بتصميم حاد وعدل. مساحة الزجاج الجانبية بتاعتها برضو كبيرة ومتناسبة مع حجمها ومراياتها كبيرة. كان فيها برضو اللي هو الميل بتاع السقف على القايم الخلفي، فيها السحبة الرياضية دي موجودة فيها سنة شوية، ولكن دي كانت هنا قليلة، بعد كده زادت في الكي 3 وزادت في الجراند سيراتو، بقوا يزودوا السحبة الرياضية دي شوية في موديلاتهم اللي بعد كده. هنا كانت دي بداية الموديلات اللي فيها السحبة الرياضية دي من ورا. وطبعا تصميمها الخلفي برضو تصميم موازن للفترة دي، وبفوانيس انسيابية مسحوبة، حجمها كبير، بإضاءة هالوجين عادية، وليها برضو فوانيس افتر ماركت فيها إضاءة ال اي دي وسخانات، ولكن هي الفوانيس الستوك بإضاءة هالوجين عادية، والإشارات والريفرس في نفس الفانوس بإضاءة هالوجين برضو. فيها شنب نيكل كروم كده فوق النمر. بتتوسط الشنطة علامة كيا، ومساحتها الزجاجية الخلفية كبيرة ومتناسبة مع حجم العربية، واكسدامها الخلفي بارز لبره، في حتة ديفيوزر خلفي كده بلون الفايبر الأسود في الفئات العالية. وبيكون في مخرج للعادم عليه حلية نيكل كروم صغيرة كده. بتختلف طبعا شكل الاكسدام في النسخة الكوبي وشكل الفوانيس الخلفية برضو بإضاءة هالوجين عادية، ولكن في فئة عالية بإضاءة ال اي دي فوانيس الستوك بتاعتها. والاكسدام هنا في جزء من الاسفل جاي بلون الاسود اللامع شويه، او الديفيوزر بتاعه بلون الاسود اللامع شويه في النسخه الكوبيه، بمخرج للعدم مزدوج عليه حليات نيكل كروم صغيره. برضو الاكسدام ده شكله رياضي اكتر من بتاع العاديه، ولكن بقيه العربيه كلها نفس الشكل، هي تختلف ان دي بابين ودي 4 ابواب. السيارة أبعادها طول 4 متر 53، عرض متر 775، طول متناسب مع العرض كويس لثباتها.
ارتفاعها الكلي متر 46، وده برضو يعني سقفها مقبول جدا، وده بيعزز مساحتها الداخلية للجلوس والتخزين. وكمان عفشتها الأمامية ماكفيرسون منفصلة، عفشتها الخلفية تورشنج بيم متصلة، وده حتى اللي بينزل في بقية موديلات الكيا اللي بعدها. العفشة طبعا التورشنج بيم زي ما احنا عارفين صيانتها سهلة، وقطع غيارها يعني قليلة، ولكن برضو بتعمل تنطيط من الخلف شوية، وبتبقى ظهر العربية مش مستقر قوي، يعني ثباتها بيبقى متواضع شوية. وخاصة العربية دي بقى عفشتها كلها في المجمل بتميل للنشفان شوية وللحدة، وده كان من نقط ضعفها شوية، يعني بتدبدب وظهرها من ورا بيجنح شوية، وناشفة شوية سواء من قدام أو من ورا. وخاصة مع الجنط ال17 يمكن أقل شوية الإحساس بالحدة ده في الجنوط ال15 وال16. ولكن طبعا يعني في السرعات العالية وفي طرق السفر ده بيديها ثبات، نشفان العفش ده بيديها ثبات وثباتها كويس، ومتحسش بالسرعة العالية. ولكن طبعا مع مطبات الهواء او المطبات الحادة اللي جوه المدينة بتبقى وحشة خالص من في العفشة دي، ومع خاصة مع الجنط 17. ولكن ليها حل برضه هقول لكم عليه في اخر الفيديو، تابعوني لاخر الفيديو اقول لكم على حل للموضوع ده، لان هو برضه مش عيب قاتل فيها ومش واضح كمان غير مع الجنوط الكبيرة. قاعدة عجلاتها 2 متر 65 بالظبط، ودي قاعدة عجلات في الوقت ده بالنسبة للفئة دي قاعدة عجلات كبيرة، ومديها صالون واسع، شنطة كبيرة زي ما احنا شايفين 460 لتر. وهنشوف الصالون بالتفصيل. وشنطة العربية دي شنطة عملية جدا، عريضة، زاوية فتحها كبيرة، وشنطة غويطة لجوه، ويمكن حافة التحميل بتاعتها عالية شوية عشان الشنطة فيها غوط لتحت شوية، ده بيعمل صعوبة في شيل الشنط أو تخريج الشنط منها، ولكن شنطة عملية جدا مناسبة مع الفئة بتاعتها. طبعا قاعدة العجلات زي ما قلنا 2 متر 65، فمديها صالون واسع. وهنا كمان كراسي السيراتو الجيل ده كانت مريحة جدا وأريح من بتاعة الكي 3، فمعوضة موضوع نشفان العفشة ده بأن الصالون جوه مريح وواسع قوي. الخامات بقى كلها متوسطة، في الأجزاء بتاع العلوية من التابلو والأبواب جاية من رابر متوسط الخامة، ويعني ناشف شوية، ولكن ملمسه كويس ويفي بالغرض، ولكن لا يتعدى المتوسط. الخامات كلها في الكيا الموديل ده لا تتعدى المتوسطة. والأجيال اللي بعد كده في طبعا تطعيمات نيكل كروم في التابلو في الابواب وفي الكونسول بتدي فخامه، وجزء اسود بانو بلاك كده في الكونسول برضو مديها شكل حلو. في تطعيمات جلد بسيطه في اماكن اللي هو ما بتسند ايدك كده في الابواب برضو بتديها فخامه. وطبعا اللي هو المسند الوسطي بتاع الكونسول ماكسي بالجلد. واعلى فئات سواء من الكوبيه او العاديه كانت بتنزل بفرش جلد. الكراسي بتاعتها زي ما قلنا كراسي كبيرة وبتحتضنك كده، ودي الحاجة المريحة اللي جوه العربية دي اللي بتعوض نشفان العفشة. الطارة بتاعتها 3 سبوك، والطارة اللي هي القديمة بتاعت كيا اللي فيها الجزء الدائري اللي في النص ده فيها تحكمات المالتي فانكشن. وطبعا المثبت السرعة ده في الفئات اللي فيها مثبت سرعة، وبيتضاف لها بعد كده شفتات، يعني بعد كده بقى يعني نزل لها شفتات كابديت ليها، وسواء للفتيس الاربع سرعات او الست سرعات بقت بتتركب لها بكل سهوله. واحسن حاجه في السيارات دي سواء الجيل ده او الجيل اللي بعده انها بتبقى متجهزه بيركب لها الاوبشن الزياده بسهوله. لوحه العدادات طبعا لوحه عدادات انالوج عاديه، ولكن في النسخه الرياضيه اللي هي العدادات اللي شكلها رياضي دي بشاشه البيانات اللي فيها بيانات اكتر، واللي فيها مؤشر الحراره، دي اللي بتنزل في الفئات العاليه وفي الكوبيه. وفي الفئات الاولى بقى بينزل اللي هو العدادات اللي بتبقى شكلها اقل في الرياضيه، ما فيهاش الضي الاحمر اللي باين ده، وبشاشه بيانات برضو صغيره ولكن فيها بيانات اقل وما فيهاش مؤشر حراره، دي اللي كانت بتنزل في الفئات الاقل. ولكن كلهم طاراتهم زي بعض، بتختلف برضو في الاوبشن، وبتبقى في بتاعت الفئه العاليه بتبقى مكسيه بالجلد، الفئه الاقل بيبقى ملمسها خشن شويه. طبعا في بلاستيك منتشر في اجزاء كتيره من التابلو والابواب واماكن التخزين، ولكن بلاستيك خامته مقبوله. برضو العربيه دي كان فيها عيب ان البلاستيك بتاعها بيزيق بعد الاستخدام بشويه، والجلد بيشقق، عشان ابقى قلت لكم كل الحاجات اللي فيها. بيبدأ الكونسول بقى من هنا مع الكاسيت اللي هو العادي اللي فيه اكس وبلوتوث ويو اس بي والسي دي. والفئات العاليه بيبقى فيها سي دي تشينجر جوه الكاسيت 6 سيديات. بعد كده ده التكييف البكر العادي، وحوالي اسود بيانو بلاك ونيكل كروم في الجزء ده كله، وجنبيه فتحات التكييف الطوليه دي. في الفئات العاليه كان بينزل تكييف اوتوماتيك 1 زون، ولكن تكييف اوتوماتيك بشاشه منفصله، وبيجي عليها درجه الحراره بقى انسايد واوتسايد، دي حاجه كويسه قوي كانت على الفتره دي.
تكييف اوتوماتيك مع كاسيت فيه بلوتوث وكده. الفئات الاولى بقى والفئه المانيوال كان بينزل فيها الكاسيت العادي وتحتيه الدرج ده مع التكييف البكر، وما تلاقيش بقى نواكل وتلاقي الخامات قلت شويه. يجي بعدها بقى الجزء اللي فيه الولاعه ومخرج ال 12 فولت واليو اس بي والاي يو اكس على حسب الفئه. وبيجي بعدها بقى الامتداد بتاع عصايه الفتيس ده، الفتيس الاربع نقلات واللي فيه الحاره المانيوال طبعا. وحواليه اسود بيانو بلاك ونيكل كروم. والاوبشن بقى اللي موجود على جنابه ده مش موجود، الزراير دي ما كانتش بتنزل عندنا اصلا. بعد كده بقى اما اتغير الفتيس بقى الفتيس 6 نقلات، وده اللي احنا شايفينه. اتغيرت شكل العصاية والفتيس نفسه برضو فيه الحارة المانيوال. وحواليه اسود بيانو بلاك واطار من النيكل كروم كده وشكله افخم، وبقى جزء من التابلو ده شكله حلو برضو. بعد بقى بيجي 2 كاب هولدر وعصاية اللي هو الهاند بريك التقليدية. وجزء كل الجزء ده او الكونسول عموما كله كبير وشكله حلو وعملي، ولكنه كله بلاستيك. بتيجي بعديه بس المسند الوسطي ده اللي ماكسيم الجلد. وطبعا يعني معظم الاجزاء بتاعت التابلو والابواب فيها بلاستيك كتير، ولكن زي ما قلنا بلاستيك خامته مقبوله. بعض الاجزاء منه بس اللي بتزيق بعد فتره من الاستعمال. والكراسي هنا قلنا مريحه، وفي تاتشات الجلد مع النيكل كروم دي اللي مديها فخامه. وكان في الوقت ده التابلو بتاع العربيه دي كان طفره، وكان شكله شيك وعملي قوي. واماكن التخزين في الابواب وفي العربيه كلها كبيره، والعربيه كمان واسعه ومريحه سواء من قدام ومن ورا. ولكن الخامات كلها لا تتعدى المتوسطة. وطبعا التابلو بقى اللي كان بيجي فيه لون احمر ده برضو الجزء ده ناشف، حتى الجزء اللي فيه الالوان ده ناشف شوية. ولكن ده كان بينزل في النسخة الكوبيه فقط. النسخة العادية كان بينزل تابلو اسود كله، او اسود في رمادي كده. طبعا كان بيختلف مع الفئات، او سواء بقى خليجي او وكيل، لان العربية دي نزل منها فئات كتير وخليجي ووكيل. وبعدين العربية دي نزلت كمان قبل التعويم، فكان اياميها العربيات رخيصة عن دلوقتي بكتير. كانت يمكن اعلى فئة في اللي هي العادية السيدان كانت ب124 الف جنيه الكاملة، اللي فيها كل حاجة اللي بتقول بابا وماما، وخليجي كمان. دي الكنبة الخلفية تسع ل3 افراد، وبرضو الكنبة دي اريح من كنبة الكي 3 عن تجربتي لامتلاك السيارة دي والكي 3 كمان. الكنبة بتاعتها برضو اريح وافخم وقعدتها احلى. النفق الوسطي صغير مش كبير، مش هيعمل مشكلة اللي يقعد في النص، فهتاخد ال3 براحة جيدة جدا. بالنسبة لمساحة الارجل، قاعدة العجلات هنا 2 متر 65. حتى الناس الطويلة ما بتتضايقش من القعاد هنا، حتى اللي هيقعد في النص مش هيبقى متضايق. والابواب برضو الخلفيه كلها معظمها بلاستيك، ولكن فيها التطعيمه الجلد اللي في اماكن ما ايدك هتسند دي. وفيها برضو مسند وسطي في الكنبه ب2 كاب هولدر لزياده الراحه يعني. والعربيه بتبقى نازله في الفئات العاليه بفتحه سقف، وزي ما قلنا الكنبه بتاعتها مريحه وهتاخد ال3 بشكل جيد لانها عريضه كمان. بالنسبه لمساحه الراس او الهيدروم كويسه جدا في العربيه دي، ما فيهاش اي مشاكل حتى للناس الطويله. العربية دي متوازنة في كل شيء. يمكن بس هو زي ما قلنا نقطة الضعف اللي هي العفشة الناشفة دي، اللي هي بتبقى كويسة في السرعات العالية ما تحسكش بيها، وبتبقى كويسة برضو مع الملفات، ولكن في مطبات الهواء ومع المطبات الحادة بتبقى صعبة شوية. وده معوضه برضو راحة الكراسي، على عكس الكي 3 عفشتها طرية ومريحة مع كراسي مش مريحة خالص. اما نيجي نتكلم بقى على المواصفات بتاعت العربية دي، المواصفات العامة يعني كان بينزل فيها اي بي اس واي بي دي و2 ايرباج، وبتقل الاوبشن دي طبعا ما بتقل الفئة. جنوط بقى يا اما 15 حديد او 16 سبور او 17 سبور برضو. فتحة سقف ده برضو في الفئات العالية. مرايات كهرباء، ستارت انجن في الفئات العالية برضو. فرش جلد في الكوبيه والفئات العالية. بينزل برضو كان فيها الكاسيت اللي هو العادي اللي فيه يو اكس وبلوتوث ويو اس بي. التكييف البكر او الاوتوماتيك برضو على حسب الفئات. ونجمل بقى المميزات والعيوب بتاعت العربية دي. مميزاتها شكلها مميز وحلو لحد النهاردة. مساحتها للركوب والتخزين كويسة جدا. موتورها عملي واعتمادي وقليل الاعطال، وقطع غياره رخيصة وصيانته سهلة هو والفتيس طبعا. وقطع غيار البادي برضو رخيصة ومتوفرة جديد واستيراد وفي كل حتة موجودة. ادائها متوازن جدا وفيها اوبشن مقبول بالنسبة لفئاتها وسعرها، ولكن عوامل الامان فيها قليلة طبعا، ودي كانت سمة عامة في الوقت ده او لموديل العربية دي. عيوبها في بعض الاحيان الناس بتبالغ في اسعارها. الخامات الداخلية فيها بعض الاجزاء بتطقطق وتزيق بعد الاستعمال، وان الاوبشن بتاعها برضو قليل وعوامل الامان قليلة.
ونقطة ضعفها الأكبر وهي العفشة الناشفة دي، ولكن ليها عفشات بتركب لها، عفشات رياضية وكده بتعالج الموضوع ده بشكل كبير يعني. وطبعا الحل التاني ان انت مع الجنط 17 بتركب كاوتشات 225 45 17، او بتركب 215 50. ده بيقلل الاحساس بالمطبات مع الاحتفاظ بثبات الجنط ال 17 وادائه، وفي نفس الوقت بيقلل من حدة النشفان بتاعت العفشة دي. ومش هقدر بقى اتكلم عن الاسعار لان الاسعار متفاوتة اليومين دول وبتتغير كل يوم حتى في سوق المستعمل للاسف. بس يعني كرنجة عاملة العربية دي دلوقتي بتتكلم من اول 450 لحد يمكن 550 الف و600 الف كمان لو موديلها عالي وحالتها كويسة. بس كده، يا رب يكون الريفيو بتاع النهاردة عجبكم تكونوا استفدتوا منه. واللي مقبل على شراء العربية دي، بالنسبة للعربية دي عائلية كويسة جدا للاستخدام لأوبر وكريم، كويسة جدا. تنفع لحاجات كتير قوي لأنها عربية كبيرة وشكلها كويس ومقبول. وأهم حاجة إن قطع غيارها متوفرة ورخيصة وصيانتها سهلة، والريسيل بتاعها سهل جدا وماسكة سعر. ما تنسوش بقى يا جماعة تشتركوا في القناة لأن في ناس كتير قوي بتتفرج على الفيديوهات من غير ما تشترك. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش برضو اللايك والشير عشان تدعمونا ونقدر نعمل لكم فيديوهات أحلى. وشكرا.